السلام عليكم. مدة هادي ما عملت شي فيديو. اليوم قررت نعمل هاد الفيديو هذا اللي غيكون صغيور باش نرجع به الريتم هكذا ديال الفيديوهات فحال اللي كنا بدينا شحال هادي. المهم مؤخرا عملت واحد ستوري في انستغرام اللي سقسيت فيها الناس اللي عندي شنو كتعرفوا على القبائل اولا شعب القبائل. فجبرت تقريبا 70% ما كيعرفوا حتى شي حاجه على القبائل. فقررت انني نعمل هذا الفيديو هذا اللي غادي نهضروا فيها شويه على القبائل وعلى النضال ديالهم والتاريخ ديالهم واي حاجه عندها علاقه بهم. فاذا كان كيهمك هذا الموضوع هذا كمل الفيديو وما تنساش تعمل ابوني اذا كنتي اول مره غادي تشوف شي فيديو عندي. وحتى الناس اللي عندي تفكروا انكم تعملوا جيم وشي كومونتير اذا قدرتوا، حيتاش الالغوريثم ديال اليوتيوب نسى لاشين ديالي حيتاش تقريبا هذه شهرين ما عملت شي فيديو. اذا عملتوا شي لايك وشي كومونتير غادي تعاونوني باش نرجع. ويلا نبدا. كيف ما كنعرفوا الامازيغ هما السكان الاصليين ديال شمال افريقيا، وهذه حقيقه حتى واحد ما يقدر يبدلها. كيف ما انه حتى واحد ما عنده الحق انه يمنع الامازيغ لانهم يعيشوا الثقافه ديالهم ويهضروا باللغه ديالهم. هذا الشيء هذا هو اللي ما احترماتوش الجزائر مع الشعب ديال القبائل اللي من عندهم كانت كتخرج الاغلب ديال الثورات ضد المستعمر الفرنسي، اللي من بينها ثوره لاله فاطمه النصومر وثوره محمد المقراني والثوره الكبرى اللي بها الجزائر دات الاستقلال ديالها من فرنسا في سنه 1962. وهكذا الامازيغ ديال القبائل كانوا اسم على مسمى، بحيث انه اذا ترجمنا امازيغ نشوفوا المعنى ديالها هي الانسان الحر النابل. نقدر نكون خطيت في شي حاجه ولكن المهم دوز هادي. من بعد الاستقلال ديال الجزائر، هاد الشخصيه المتمرده ديال الشعب القبائل بقات معاه واخا صافي استقلوا من الفرنسيين، بحيث انه دائما كانت عندهم مناوشات مع الدوله الجزائريه والسلطات ديالها. ففي سنه 1963 وقع اول صدام ما بين الدوله الجزائريه وما بين الشعب القبائل اللي كاملين بهم جزائريين، حيت انا كنعتبرهم كاملين بهم جزائريين. المهم وقع اول صدام بيناتهم كان بسبب داك الاختلافات في اللغه وداك الشيء. من بعد بقات الامور هكذا نوعا ما مستقره حتى وصلنا لسنه 1980، وتماك عاوتاني غادي ينوضنا الربيع الامازيغي اللي كان السبب ديالو هو ان السلطات الجزائريه لغات واحد المحاضره في جامعه تيزي وزو اللي هي مدينه في المنطقه ديال القبائل. لغات واحد المحاضره اللي كانت غادي تكون على الشعر الامازيغي، يعني شي حاجه اللي هي ثقافيه ما عندها حتى شي علاقه بالسياسه. جات السلطات الجزائريه ولغات ديك المحاضره. تماك الناس اللي كانوا ينظموا ديك المحاضره طلاب واساتذه جامعيين خرجوا من مظاهرات في الشارع، وتماك ما بقاتش شي غير مشكل ديال ان المحاضره تلغات، ولكن الناس شافوا بلي انه اصلا الدوله الجزائريه كتعاملهم بواحد المعامله ناقصه على باقي الولايات. فالظروف ديالهم المعيشيه كانت متدنيه على باقي المناطق اخرى. وتماك بدات الثوره ولا الربيع الامازيغي. ومهم كانت واحد الصدامات كبيره ما بين القبائليين في باقي المدن فحال بجايه والمدن اخرى والسلطات الجزائريه. مهم الامور دازت عاوتاني وركدت وسكتت، بقات الامور فحال هكذا حتى وصلنا ل 2001. في 2001 كانت تقتل واحد الطالب امازيغي في عاوتاني تماك في تيزي وزو، وتم قتلته السلطات الجزائريه. وتماك غادي يبدا الربيع الاسود. الربيع الاسود اللي كانت فيه احداث داميه، اللي كانت صدامات كبيره ما بين الشرطه وما بين المتظاهرين اللي ماتوا فيها وتصابوا عدد كبير ديال الناس. تماك الامور ما بقاتش يعني قابله لعاوتاني الوفاق بيناتهم. وتماك غادي تبان لنا الحركه ديال المارك اولا حركه استقلال جمهوريه القبائل، شي حاجه بحال هكذا. هاد الحركه هادي تزعمها فرحات مهني، وهذا كان هرب في حاله مشى لفرنسا واسس حكومه جمهوريه القبائل. تماك اسس الجمهوريه ديالو اللي البنديره ديالها هي هذه كتشبه البنديره ديال الامازيغ، ونصب راسو هو الرئيس ديال هذه الجمهوريه هذه وبدا كيطالب بالاستقلال ديالها. حتى لدابا ما الدوله ما كتعترف بالاستقلال ديالهم. وما كانوا عندهم جوج المطالب في الاول. في ديك الفتره ما بين 1980 حتى 2001 كانوا كيطالبوا غير بالحكم الذاتي، يعني حكم ذاتي ديالهم. وكانوا كيطالبوا بالترسيم ديال الامازيغيه
وصافي. وكانت هذه هي المطالب ديالهم في الاول، ولكن من بعد ما تقتل داك الطالب وديك الاحداث الداميه اللي وقعت في الربيع الاسود، دازوا المطلب ديال الاستقلال وصافي، ما بقاوش كيقبلوا بشي حاجه من غير الاستقلال. طبعا هذا ماشي الراي ديال القبيليين كاملين، هذه الراي ديال بعد الجزء من القبيليين اللي من بيناتهم هاد فرحات المهني اللي هو كيسمي راسو الرئيس المنفي اللي في فرنسا. دابا غادي ندوز للمرحله اللي موراها. احنا عرفنا القبائل، دابا غادي ندوزو الفكره ديال واش المغرب من المصلحه ديالو انه يدعم هاد الحركه الانفصاليه في الجزائر. شخصيا انا كتبان لي لا، ماشي من المصلحه ديالو، بحيث انه حنايا دولة اللي كتدعو للتوحيد ديال الحفاظ على الوحدة الترابية، وهذه هي الفكره اللي حنايا كنمشيو ندافعوا بها على راسنا في المنتديات الدوليه في الامم المتحده في كلشي. ما غاديش اننا حنايا نمشيو عاوتاني ونعملوا بالمثل حتى حنايا ندعموا منظمه انفصاليه. رغم انه فرحات المهني دائما في الحوارات ديالو كيبين انه ما كرهش ولو غير تواصل بسيط ما بين المغرب والحركه ديال الماك، ولكن حتى لدابا المغرب كيبان لي انه ما ناويش يمشي في هذه الطريق هذه. رغم ان الماك دائما كيحاولوا انهم يا بطريقه ثقافيه يا بطريقه رياضيه يكون كاين شي تواصل مع المغرب، حيت كيعرفوا بلي انه الصوت ديالهم ما غادي يوصل حتى شي واحد الا اذا جبروا شي دوله اللي مؤثره اللي تقدر توصل لهم القضيه ديالهم ويعرفوها الناس اكثر. حتى دابا مؤخرا مع الحده ديال النزاع اللي كاينه ما بين المغرب والجزائر، كاين جهات مثلا صحفيه ولا شي حاجه بدات كتجبد هذه القضيه هذه ديال القبائل، كتجبدها كوسيله ضغط على الجزائر. انا بالنسبه لي اعلاميا ماشي مشكل، حيت اعلاميا تينا تهضر وانا نهضر ماشي مشكل، ولكن كشكل رسمي كنفضل ان قضيه ما توصلش لشي حاجه صعيبه. وكان وقع واحد التدخل ديال السفير ديال المغرب في الامم المتحده عمر هلال، كان كرد على السفير الجزائري. كنفكروا في القضيه ديال القبائل بانهم حتى هما كيستاهلوا استقلال، ولكن قضيه وقفت حد هنايا وما كانش شي حاجه رسميه من طرف المغرب في هذه القضيه هذه. المهم هذا هو الراي ديالي انا في العلاقه اللي ممكن تكون ما بين المغرب والقبائل مستقبلا. انا بالنسبه لي كندعم الوحده ديال اي دوله، كنرفض التقسيم وهذا الشيء ديال الانفصال. بالعكس، كل ما كانوا الدول مجموعين وكانوا ما كيتقسموش كل ما غادي يكونوا احسن. هذا الراي ديالي. تينا خلي الراي ديالك في الكومونتيرات وقول لي شنو كيبان لك. واش المغرب مزيان انه يدعم القبائل باش تايد الاستقلال ديالها، ولا على الاقل يوصل القضيه ديالها للعالم، او لا ما يديهاش فيها ويقابل راسو احسن له من هذا الصداع هذا كامل. المهم نتلاقاو في فيديو اللي ماجي ان شاء الله، وما تنساش تعمل جيم وابوني وتبارطاجي الفيديو اذا عجبك. يلا مع السلامه.